اللي هي القيمة والمقياس اللي احنا بنقيس بيه وبنحكم على موقفنا من خلاله. بيقول لك مارك كان ليا اخ وكنت بتضايق منه جدا، دايما ببعت له رسائل وما بيردش عليا، وكنت بحكم عليه ان هو مش مهتم والمفروض ان احنا اخوات ويبقى في تواصل كتير، وده كان بيزعجني قوي. فالقيمة يا صديقي اللي كانت عنده ان هم اخوات، والمقياس ان المفروض يبقى في اتصال ما بينهم كتير، وده اللي خلاه متضايق. تفتكر ده صح؟ ايوه. لا مش صح. مش معنى ان علاقتي بيك كويسه وطيبه ان لازم يبقى فيه تواصل كتير، وكمان في محبه وعشره ما بيننا ما تنساهاش. فما تحكمش ان مش فارقه معايا ومش مهتم بيك، وده حصل معايا. لو حد احتاجني ضروري، لو عندي ايه اسيب اللي في ايدي واروح له، ادام اتصل بيا واحتاج مساعده اكيد محتاجني ضروري. اما بقى في بعض الظروف مش شرط اروح، يعني اصحابي كان بيزعلوا مني لما ما كنتش بروح اقعد معاهم على الكافيتيريا، والمفروض ان ده ما يزعلهمش. في عندي اولويات، في ظروفي الشخصيه، في الفيديوهات اللي انا بحضرها لك دلوقتي، في حاجات كتيره مش شرط اقولها لك، فلازم نراعي بعض. وده يلفت نظرنا النقطة انك لو ما حاولتش تغير من قيمك والمقياس اللي بتحكم بيه وتعدله، هينتهي بيك الحال انك هتحس دايما بالذنب والفشل. وده كلام مارك. بيقولك سنة 1983 كان في فرقة موسيقية كان هم على وشك ان هم يسجلوا اول ألبوم ليهم، وقبل يومين من التسجيل الفرقة طردت عازف الجيتار اللي معاهم، وده كان موهوب جدا من غير اي انذار سابق. ما تعرفش ده سببه غيرة ولا سببه ايه. فقعد يسأل نفسه هم ليه عملوا معايا كده وانا عملت ايه اصلا، واقسم ان هو لازم يندمهم على اليوم اللي طردوه فيه. وبدأ يعمل فرقته الجديدة ويختار افضل الموسيقيين فيها، وبعد سنة دخل ألبومهم الاول القائمة الذهبية، وحققت الفرقة شهرة كبيرة وباعوا حوالي 25 مليون نسخة من ألبوماتهم. ولما جه استضافوه قال لهم بالرغم اللي حققته ده اعتبر نفسي فاشل. وده يا صديقي لانه بيقارن نجاحه بفشل الفرقه اللي طردته، وعشان الفرقه اللي طردته محققه نجاح زيه وهو بيتمنى انها تفشل وما حصلش كده، فهو دايما حاسس ان هو فاشل. المقياس اللي راسخ في دماغه ان هم طردوه ولازم يندموا ويفشلوا، وهيتنيه كده على طول. لو هو تناه مستمر في اقناع نفسه ان نجاحه مرتبط بفشله، زي ما تلاقيك بتكره حد عشان كل عليك فلوس او ظلمك وانت مش بايدك تعمل حاجه، وعشان كده بتتمنى له الخساره والفشل طول الوقت. وطول ما انت عايش مش حاسس بسعاده، حتى لو انت نجحت وبقيت حاجه، طالما هو ما حصلوش حاجه وحشه انت مش مبسوط.